انخفاض مفاجئ في أسعار السيارات القديمة بحوالي 10% في سوق تجلابين للسيارات المستعملة، وذلك بعد موجة ارتفاع في الأسعار استمرت لأزيد من 6 أشهر قطعها الانخفاض الحاد لصفقات البيع اليوم بسوق تجلابين. اليوم السوق هبط ب 10 ملايين. علاش؟ تقدرش ما كانش شاري كيما دوك هادو السوق اللي راك تشوف فيه كامل، ما كانش اللي راه بايع ما كانش اللي جاي يشري، تسمى شغل جينا فيه باطل اليوم. البارح كيما لوكال البارح عطاو لي 45، اليوم ساوموني ب 31، مدوا لي البارح 45 في الحراش فوق ال 100 145، اليوم عطاوني 131. بيعرف في طوموبيلات صغار 80 90 كيما نقولوا تحت ال 100. انخفاض مبيعات السيارات المستعملة كان مرده تسليم وكلاء السيارات رخص الاستيراد الأسبوع الماضي. رخص استيراد السيارات اللي مدوهم الوكلاء، خافوا الناس يدخلوا طوموبيلات ويطيح السوق. المارشي يحبس باسكو الناس سمعوا بلي رايحين يدخلوا طوموبيلات، سنياو لهم لي زاغريمون رايحين يجيبوا، من بعد المارشي يحبس. كما السمانه هذه جاب لي ربي راه شويه ناقص السوق او ناقص شويه بيع، باسكو نقول لك يدخلوا طوموبيلات دوك انا واحد منهم نقول انا يدخلوا طوموبيلات 180 مليون شي لا ميزو خويا جديده ما نعيي راسي ما والو، تدخل للسوق 2014 يقول لك يعطوني 160 170 جيب لي فان نستنى انا موا ونمشي عندهم لا ميزوريه ترونكيل. اذا هي حاله من العزوف عن شراء السيارات القديمه والترقب لدخول كوطه السيارات المستورده بعد استلام الوكلاء لرخص الاستيراد يوم الاثنين الماضي، وهو ما تسبب في تراجع أسعار السيارات المستعملة لانخفاض المبيعات إلى حد غير مسبوق في السوق.